ليلة إفريقية جديدة عيشتها جماهير الزمالك. مباراة كانت مليانة إثارة وضغط وأعصاب مشدودة وتقلبات سريعة في النتيجة. الزمالك قدر يفرض شخصيته في أوقات كتير من اللقاء، لكن كايزر تشيفز أثبت إنه فريق صعب وما بيستسلمش بسهولة. النتيجة النهائية: الزمالك 2، كايزر تشيفز 1. أحداث المباراة وتحليل الأهداف. الهدف الأول، الدقيقة 53. الزمالك كسر الجمود عن طريق خوان فينا. الهجمة بدأت ببناء هادئ من الخلف، نقل سريع للكرة في العمق، والتحرك كان ممتاز بين الخطوط. اللمسة الأخيرة كانت مركزة جدا، تسديدة بثقة فتحت المباراة. تحليل الهدف: تمركز دفاع كايزر كان متأخر نص خطوة. التحرك بدون كرة هو اللي صنع الفارق. الزمالك استغل بداية الشوط الثاني بأفضل شكل. الهدف ده ادى دفعة معنوية كبيرة جدا للأبيض. الهدف الثاني، الدقيقة 72. النجم عبد الله سعيد يضيف الهدف الثاني. هجمة منظمة، هدوء أعصاب ولمسة خبرة واضحة جدا. عبد الله سعيد استلم الكرة في مساحة صغيرة، رفع راسه وسدد بتركيز عالي جدا. التحليل الفني: خبرة عبد الله سعيد ظهرت بوضوح. الدفاع الجنوب افريقي اتلخبط في التغطية. الزمالك استغل المساحات بعد تقدم كايزر بحثا عن التعادل. الهدف ده كان المفروض يقتل المباراة، لكن رد كايزر تشيفز في الدقيقة 75. تقليص الفارق عن طريق مكابي ليابي. 3 دقايق فقط بعد الهدف الثاني، هجمة مرتدة سريعة جدا. دفاع الزمالك اتفاجئ بسرعة التحول، والتسديدة جت قوية ومباشرة. هنا ظهرت المشكلة: بطء في الارتداد الدفاعي، مساحات كبيرة خلف الظهير. تركيز قل بعد الهدف الثاني مباشرة. الهدف ده رجع كايزر للمباراة وخلى آخر ربع ساعة نار. لو بتحب كورة اعمل لايك واشتراك، فعل الجرس. تشكيل الزمالك 4-3-3. بتحب كورة اعمل لايك واشتراك، فعل الجرس. حراسة المرمى: المهدي سليمان. خط الدفاع: أحمد خضري أو إيشو، محمود الونش، حسام عبد المجيد، عمر جابر. خط الوسط: محمد إسماعيل، محمد السيد، عبد الله السعيد. خط الهجوم: جناح أيمن سريع، رأس حربة صريح، جناح أيسر مهاري. تشكيل كايزر تشيفز 4-2-3-1. حراسة المرمى: بروس بافواما. خط الدفاع: ديلون سولومونز، إغناسيو ميغيل، إدميلسون دوف، وسوفو نوبوبو. محورا الارتكاز: يوسف معارفي، كيجن دولي. خط الهجوم المرمى: بوهوناني زونغو، مولومو، شابا. رأس الحربة: أشلي دوبري. التحليل الفني الكامل: الزمالك دفاعيا كان منظم أغلب فترات اللقاء، لكن بيظهر عليه ارتكاب بعد تسجيل الأهداف. محتاج تركيز أكبر في التحولات العكسية. في الوسط: سيطرة واضحة على الريتم، نقل الكرة كان سريع، استحواذ إيجابي مش سلبي. هجوميا: استغلال جيد للفرص، تحركات بين الخطوط مميزة، فاعلية أفضل قدام المرمى مقارنة بالمباريات السابقة. كايزر تشيفز دفاعيا بدأ المباراة بتحفظ، فقد التركيز في الهدفين، تحسن بعد التأخر بهدفين. في الوسط: اعتمد على الكرات الطويلة، لعب على التحولات السريعة. هجوميا: خطير جدا في المرتدات، هدفهم أكد إن الفريق عنده سرعة وجودة في الثلث الأخير. أهم نقاط المباراة: 1. الزمالك كان الأفضل فنيا أغلب الوقت. 2. كايزر تشيفز خطير جدا في التحول السريع. 3. عبد الله سعيد صنع الفارق بخبرته. 4. آخر ربع ساعة كانت اختبار حقيقي للأعصاب. الخلاصة: الزمالك خرج بفوز مهم جدا أفريقيا، لكن الرسالة واضحة: المباريات الكبيرة ما بتسمحش أي لحظة شرود. لو الزمالك عايز يكمل بقوة في البطولة، لازم يحافظ على تركيزه بعد التسجيل، يقفل المساحات في آخر ربع ساعة، يستغل الفرص أسرع.